بن حميدة حسام تقا. تعود الكرة مرة أخرى لخليل قنيشي. حمزة جلاسي يهز راسه ينتظر المساعدة يتقدم. حمزة جلاسي وصلها للبرازيل يانساس يدور بكورته. يانساس يلعب مع كيتا. يانساس يتقدم البرازيل يبحث عن التسديد والثغرة. يانساس أرضية زاحفة. ثاني أهداف المباراة للترجي. يانساس البرازيلي برقصة سحرية برازيلية يمضي ثاني هدف المباراة للترجي بكرة ذكية مع تفاعل النمس يوسف المساكني. سنعيد المشاهدة بالتأكيد. يانساس قلت في الشوط الأول بلوك جديد، لوك مرحلة الإياب، ويانساس يبحث عن الثغرة يسدد أرضية زاحفة بعيدة عن مرمى، عن الزاوية البعيدة لمرمى الحارس محمد كركوبة، ويمضي ثاني هدف المباراة للترجي في الدقيقة 48 من المباراة الثالثة من هذا الشوط الثاني. والطريقة كانت ممتازة نتاع لاعب برازيلي فنان للأمانة. تقريبا اخترق دفاع الاتحاد الرياضي ببنغردين، حط الكرة على يسار الحارس محمد كركوبة، وامامكم حط الكرة على يمين الحارس محمد كركوبة. وثاني اهداف الترجي عن طريق البرازيلي يانساس كان سجل في مرمى الشبيبة القيروانية، سجل ايضا في مرمى المستقبل ليوسف المساكني بقميص رقم 28 مع الترجي. قبل ذلك كوسيل ابو علي واشرف الجبري يغادر، وكوسيل ابو علي ويوسف المساكني كما قلت مكان عبد الرحمن كوناتي. هذه ثلاثة تغييرات بالنسبة للمدرب ماهر الكنزاري، ويدخل يوسف المساكني في أول دور له مع الترجي بتشجيع وبشارة هجوم الترجي من ابراهيم كيتا. التمرير الى كوسيل ابو عاليه تصويبه والهدف الثالث للترجي. ساقي صار ما فماش كوسيل ابو عاليه. الرؤيه التصويبه كانت ممتازه جدا من كوسيل ابو عاليه، حط كوره على ساقه اللي يحبها الساق اليسار، حط الكوره في الزاويه الصعبه على محمد كركوبه. ثالث اهداف الترجي وكوتشينغ ناجح منذ دخوله، يسجل الثالث كوسيل ابو عاليه بطريقه جميله جدا، ما يلقاش حتى حل الحارس محمد كركوبه. شوف الكره من ابراهيم كيتا، كوسيل ابو عاليه حط الكره في الزاويه الصعيبه على محمد كركوبه وبسيق يسار ذهبيه خلينا نقولوا من الجناح الجزائري كوسيل ابو عاليه. شوف النظره، هز راسه وحط الكره في الزاويه صعيبه على محمد كركوبه. 3 بلاش للترجي بطريقه كانت امتحها الساق اليسار بتاع كوسيل ابو عاليه في مرمى محمد كركوبه. 3 بلاش رمزي للترجي. وقلت بالتريو سامي في هذه المباراه الترجي بالثلاثه الى حد الان. وهذه كره من ارقم الطبوبي. أب كره متميزه على طريقه الكبار من أرقم الطبوبي. لاعب الشاب وصعد بكرة قوية لم يجد لها حل الحارس محمد كركوبة، اصطدمت في القائم الأيمن لمحمد كركوبة ودخلت الشباك لتعلن عن الهدف الرابع للترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 80 من أرقم الطبوبي. اللاعب الشاب صعد لكن تسديدته سامي كانت على طريقة الكبار، ويدون عن أول أهدافه بألوان الترجي الرياضي التونسي بطريقة ممتازة. أرقم الطبوبي يضيف اسم الأسماء الهدافين في بطولة الموسم الحالي من جانب الترجي الرياضي التونسي، وسط فرحة ياسين مرياح بهدف أرقم الطبوبي. كرة ترجع من جانب فريق الاتحاد الرياضي ببنغردين. 4